مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. ازيك يا عزيزي؟ اكيد سمعت الاغنية دي قبل كده، لو ما سمعتهاش يبقى اكيد سمعت ان مصر هي ام الدنيا. طب تفتكر ليه هي مصر ام الدنيا؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهاردة. احنا لو جينا نبص على مصر هنلاقي عندها القاب كتير قوي، زي ارض التاريخ، ارض الكنانة، هبة النيل، مهد الانبياء، بس اهم لقب هو ام الدنيا. وعندنا اراء كتير عن سبب تسمية مصر بلقب ام الدنيا، ومن الاسباب ديت في ناس شايفة ان سبب تسمية مصر بأم الدنيا يرجع لستنا هاجر أم العرب، وهي زوجة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وأم سيدنا إسماعيل أبو العرب، واللي جه من نسله عرب الحجاز، وقبلها كانت شبه الجزيرة العربية خالية من الناس. نحن أصل العرب. هاجر زوجة إبراهيم هي أم إسماعيل أبو العرب، فإذا كان هناك من يريد الانتساب فلينتسبوا هم لمصر وليست مصر له. وفي آراء تانية بتقول إن هي بترجع لحفيد سيدنا نوح واللي اسمه مصرائيم، وبيقول إن سيدنا نوح قال له اللهم بارك فيه وفي ذريته واسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد، أو عشان إن هي الدولة الوحيدة اللي اتذكرت في القرآن الكريم 5 مرات بشكل صريح وواضح، أو إن مر عليها معظم الرسل والأنبياء زي رحلة العائلة المقدسة، أو بسبب وجود الأزهر الشريف، الله أكبر، أو الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة واللي لسه موجودة لحد الآن. وفي آراء تانية بتقول بسبب تاريخها الطويل وحضارتها المختلفة، وإن هي الدولة الوحيدة اللي عندها علم بيدرس وهو اسمه علم المصريات، أو إنها قدرت تقف قدام أقوى الجيوش بداية من الهكسوس مرورا بالحروب الصليبية والمغول والصهاينة. وفي اللي بيقول لك علشان بسبب عدد سكانها الكبير واللي وصلوا لحد الآن 120 مليون، ربنا يزيد ويبارك يا رب، أو بسبب موقعها الاستراتيجي ومركزها الثقافي والعلمي. وبجد بقول لك فعلا مصر هي أم الدنيا بموقعها وحضارتها وبناسها، وعلى مر الزمن هتفضل فاتحة أحضانها لكل الناس.